السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. هقدم لكم النهاردة الفصل 22 من قصة سرداب فوريك. بس زي ما احنا متعودين في بداية كل فيديو جديد بعرض لكم الكومنتات بتاعتكم اللي بتجاوبوا فيها على السؤال بتاع نهاية الفصل اللي فات. والسؤال كان بيقول: يا ترى اللي أسيل عملته ده كان صح ولا غلط؟ ولو انتوا مكانها كنتوا هتعملوا زيها ولا لأ؟ ودلوقتي أول كومنت معانا من ياسمين عادل، بتقول أكيد هي عملت الصح، ما ينفعش تظلم حد، وأكيد هتساعده يطلع من السجن. والكومنت اللي بعده من رحمة عشري، بتقول أكيد صح عشان هي ما تظلمش، بلس أكيد هينجى من الموت، بلس أحلى واحدة في الدنيا. تسلميلي يا قلبي، انت اللي جميلة والله. والكومنت اللي بعده من محمود باشا، بيقول أسيل عملت الصح لأنها ما ينفعش تظلم حد، وأكيد خالد هيعيش، بلس بحب فيديوهاتك جدا. تسلملي وبجد ما تحرمش أبدا من كومنتاتكم الجميلة دي، تسلمولي كلكم بجد. وندخل على الكومنت اللي بعده واللي من عائشة محمد، بتقول أكيد أسيل عملت الصح، بس هي لعبة الزيكولا معتمدة على الذكاء والتفكير، وخالد ما بيبخلش انه يفكر في حاجة تساعده، فممكن يفكر وهو بيرمي السهام ويجيبهم صح وينجو. وبتقول كمان الفصل جميل وتوقعاته أجمل. تسلميلي يا شوشو، انت اللي جميلة. والكومنت اللي بعده من رحمة عشري، بتقول أكيد كنت هعمل كده لأن ده قدر وأكيد ربنا معاه عشان هو ما يستحقش كده، وهي لو كانت عملت غير كده ضميرها كان هيفضل يأنبها وممكن ما تعرفش تنام. بصراحة تفكير كويس ومنطقي جدا، ومعاكي حق في كل كلمة قلتيها. والكومنت اللي بعده من NS، بتقول أنا زعلت على خالد، بصراحة حقك تزعلي، بس الرواية لسه ما خلصتش، فما تقلقيش خالص، احنا مع بعض في الرواية دي لحد ما خالد يرجع مصر تاني. ودلوقتي بقى معانا الكومنت الأخير من الكومنتات بتاعتكو، والكومنت من غرام عبد المجيد، بتقول اللي عملته صح عشان ما ينفعش انها تظلم حد ملوش ذنب علشان حد بتحبه، وأتوقع ان خالد هينجو من اللعبة. ودلوقتي بقى نقدر نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا، بس قبل ما نبدأ حابة أشكركم جدا على الكومنتات بتاعتكم اللطيفة اللي بتديني بوزيتيف انرجي وبتشجعني جدا اني أكمل. ودلوقتي بقى نقدر نبدأ، بس يا ريت قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. اتحرك خالد وإيديه ورجليه مقيدين ورا قائد الحرس اللي طلب منه إنه يسرع لحد ما خرجوا من قصر الحاكم، وراحوا قصر تاني جنبه وسط تجمع كبير من أهالي زيكولا اللي وقفوا قدام القصر عشان يشوفوا مين اللي هيتنافسوا. ورغم إنهم كانوا بالليل، بس أول ما شافوا خالد والاتنين الفقراء اللي معاه مقيدين ورايحين ناحية قصر النحاتين صاحوا، وصاح واحد بصوت مميز: إنه الغريب الذي كان يعمل معنا بتقطيع الصخور. وصاحت واحدة تانية: لقد رأيته من قبل يبحث عن مالك لكتاب غريب. والجنود بيحاولوا يبعدوا الناس عنهم لحد ما وصلوا القصر ودخلوا، وعرف خالد من أول ما دخل المكان إنه قلعة النحاتين اللي بيتصنع فيه تمثال من الصلصال لكل فقير منهم. قصر النحاتين كانت الواجهة بتاعته شكلها حلو وفخمة، وعليها نقوش على شكل تماثيل لأشخاص وحيوانات ظهرت ورا النار المضيئة اللي كانت بتتوهج بقوة من ظلام الليل، واللي ادته جمال من نوع خاص. أما من جوه فكان منور بمصابيح نارية زي ما يكون في النهار، بس ما كانش جميل قوي زي جماله من بره، وما كانش فيه غير شوية تماثيل قديمة شكلها كانت منحوتة لفقراء قبل كده، وكتل طينية في أركان الصالة الكبيرة، وريحة الصلصال مالية المكان. لحد ما وقفوا كلهم لما نده عليهم راجل قصير، بطنه كبيرة وأصلع ولحيته طويلة ومعمولة ضفاير صغيرة. عليكم أن تمكثوا هنا، سيتولى كل نحات بعد قليل صناعة تمثال كل منكم. فقعدوا مكانهم، وبعد لحظات لاقوا 3 رجالة جايين عليهم، ووقف كل واحد منهم فقير قدامه، وبص خالد للي واقف قصاده وحاسس انه زي ما يكون بيحلم، فهز راسه يمكن يفوق من الحلم ده، لحد ما نده عليه النحات اللي واقف قدامه وهو ماسك أدوات النحت في إيده وقال: عليك ألا تتحرك أيها الفقير، أتريد تمثالك مشوها؟ وضحك بسخرية وكمل: الزم السكون،
إن أمامك أمهر وأسرع نحات بزيكولا، سأنتهي من تمثالك في زمن قياسي. فبصله خالد وخد نفس عميق، وبدأ النحات يشوف شغله، وجاب كتلة ضخمة من الصلصال وبدأ يشكلها بعد ما يلمح خالد بطرف عينيه، وكل شوية يقرب منه ويحط إيده على راسه زي ما يكون بيستخدمها للمقارنة بين قياساته. بعدين يرجع تاني للتمثال اللي بدأت ملامحه تظهر. النحاتين كانوا بيشتغلوا بمهارة وسرعة عالية، وخالد واللي معاه واقفين ما بيتحركوش، كل واحد فيهم مستني إن التمثال بتاعه يخلص يمكن يمشي من المكان ده. وعدى الوقت بسرعة، والنحاتين خلصوا شغلهم مع شروق الشمس، وكانوا صنعوا 3 تماثيل من الصلصال شبه أصحابهم. بص خالد للتمثال بتاعه اللي كان واقف في شموخ وباين على وشه نظرة حزن واضحة، فهز راسه بحزن وبص لواحد من الفقراء اللي معاه وسأله: ماذا سنفعل الآن بعد نحت تماثيلنا؟ فرد الفقير بصوت حزين: لم يعد لنا سوى أن نخوض منافسة الزيكولا. هل سنخوضها الآن؟ فرد قائد الحراس على خالد: لماذا تتعجل أيها الفقير؟ إن الوقت ما زال باكرا، ستكون المنافسة بعد ساعات من الآن، حين تكون الشمس عمودية، أي منتصف النهار. مع شروق شمس اليوم فتح باب زيكولا، وهناك الكثيرون ممن كانوا بخارجها واشتاقوا إلى احتفالاتنا مرة أخرى، وسيستغرق مجيئهم إلى هنا العديد من الساعات. فقال خالد بهمس: فتح باب زيكولا؟ بعدين تجاهل الموضوع ده وسأل قائد الحراس: ماذا سنفعل في تلك المنافسة؟ لقد أخبرني أصدقائي عنها من قبل ولكنني لا أتذكرها جيدا. أيها الفقير، ستحدد الزيكولا مصيرك، كي لا تقول إن الطبيبة هي من اختارت لك الموت. ما عليك سوى أن تختار 3 أماكن من تمثالك هذا وتحميهم بدروع صغيرة، وستطلق سهام الزيكولا نحو تمثالك، وإن أصابتك سهام أكثر من غيرك كنت أنت ذبيح يومنا. فسكت خالد وبص لفوق وقال: يا رب ساعدني. عدى الوقت وقربت الشمس تتعامد على الأرض، وتجمع ألوف من أهالي زيكولا في ساحة كبيرة في المنطقة الوسطى، واصطفوا قدام منصة خشبية عالية وبدأوا يرقصوا ويغنوا، وشال كتير منهم أطفالهم على كتفهم. وقال واحد منهم لابنه: انظر إنها الزيكولا. وشاور على المنصة لما في مجموعة من الجنود شالوا قطعة قماش كبيرة، وكان تحتها عمودين خشبيين سميكين ومتوازيين، طول كل منهم حوالي 3 أمتار، وبينهم قرص خشبي قطره 1 متر، وطالع منه 3 أسهم طوال، وظاهر من وراه تروس حديدية أحجامها مختلفة وبيزيد لمعانها تحت أشعة الشمس. وجنب الآلة دي في راجل ضخم أصلع واقف جنبها، مش لابس غير بنطلون، وعضلاته القوية بارزة، ودراعه ضخم، وماسك دراع حديدي طالع من عمود من العمودين الخشبيين للزيكولا، وماسك بدراعه التاني دراع خشبي طوله أقل شوية، ومتوصل بشريط خارج من القرص الخشبي، لحد ما الكل صاح لما الطبول دقت، وظهر الحاكم من شباك أوضة القصر، وجنبه مراته، وعلى ايديها ابنها الصغير، وأسيل جنبها، واللي كانت واقفة قلقانة والخوف باين في عينيها. بعدين كلهم قعدوا مستنيين المنافسة تبدأ، الناس مستنيين وبيرقصوا، وأسيل مستنية تشوف خالد، قلبها بيدق جامد، وبتبص للسما تاني، وبتحرك شفايفها وبتتمتم بكلمات مش مسموعة، لحد ما لقيت الجنود شايلين ال3 تماثيل وطالعين بيهم على المنصة الخشبية، وخالد واللي معاه ماشيين وراهم. تسارعت أنفاس أسيل، والناس بدأوا يهللوا لما شافوهم طالعين على المنصة. بعدها لف قائد الحراس وبص لشباك قصر الحاكم وانحنى، فشاور له إن المنافسة تبدأ. بعدين لف القائد لخالد واللي معاه وشاور على واحد منهم وقال له: ستبدأ أنت، أين ستضع دروعك ال3؟ فبصله الفقير وهو ساكت، واتقدم كام خطوة بعد ما فك قيوده، وبص للزيكولا، بعدين بص تاني للتمثال وقال: سأحمي ذراع تمثالي الأيمن من أعلى، وفخذ تمثالي الأيسر وأسفل بطنه. فأمر قائد الحراس واحد من جنوده إنه يحط الدروع زي ما الفقير قال، فحط الجندي دروع حديدية صغيرة على قد الأماكن اللي قال عليها الفقير. بعدين شال التمثال هو وكمان جندي معاه وحطوه قدام الزيكولا، مفيش بينهم غير كام متر بس.
الناس كلهم سكتوا والصمت عم المكان، زي ما يكون حبسوا أنفاسهم. بعدين قال قائد الحرس للفقير: سينطلق كل سهم من سهامك الثلاثة حين تشير إلى حارس الزكلة. فرد الفقير بصوت واطي: حسنا. بعدين شاور القائد للراجل الضخم اللي ماسك ذراع الزكلة الحديدي بإنه يحرك واحد من دراعاتها. فابتسم الراجل وظهرت أسنانه الصفرة الكبيرة، وشد الذراع الحديدي عليه، فبدأت التروس الحديدية تتحرك بالراحة، وسرعتها بتزيد شوية بشوية، وبتحرك معاها القرص الخشبي والسهام اللي عليه. بعدين زادت سرعتها جدا، وبقى القرص بيلف بسرعة لدرجة إن السهام ما بقتش باينة، بيلف حوالين نفسه، بعدين يتنقل بين العمودين بسرعة في حركة عشوائية محدش يقدر يتوقعها. وخالد بيبصله وقلبه بيدق جامد، وبيقول لنفسه: مستحيل أن أحدد اتجاه السهام. لحد ما شاور الفقير الأول لحارس الزكلة، فشد الراجل الدراع الخشب القصير بسرعة، وانطلق السهم الأول في اتجاه التمثال وجه في رقبة التمثال. فصاح أهل المدينة وكمل القرص دورانه. وبعد لحظات شاور الفقير تاني للحارس، فانطلق السهم التاني ودخل في الدراع الشمال للتمثال. فصاح الناس من تاني، وظهر التوتر على وش الفقير، وبص للزكلة كتير وللقرص اللي بيدور. بعدين شاور للحارس من تاني، فانطلق السهم الأخير وخبط في الدراع الحديدي اللي كان على بطن التمثال. فزاد صياح أهل زكلة ودقت الطبول، وابتسم الفقير شوية بعد ما التمثال بتاعه ما اتصابش غير بسهمين بس. بعدين شاور قائد الحراس للفقير التاني: هيا تقدم لتحمي تمثالك. فتقدم هو كمان وعمل زي الفقير اللي قبله، وكل ما يشاور لحارس الزكلة الناس يصيحوا، لحد ما خلص ال3 سهام بتوعه، وما صابش التمثال بتاعه غير سهم واحد جه في بطنه من تحت، حتى انه رقص مع دقات الطبول بعد ما اتأكد انه خلاص كده نجي. بعدين شاور قائد الحرس لخالد: هيا لم يعد سواك، إما أن تنجو بأن لا يصيب تمثالك سهام أو يصيبه سهم واحد، أو يصيبك سهمان فتعاد المنافسة بينك وبينه. وشاور على الفقير الأول: أما غير ذلك فستكون ذبيح زكلة. فتقدم خالد في اتجاه التمثال ووقف قدامه من غير ما يعمل حاجة. فزعق له القائد: أسرع. فبص خالد لقرص الزكلة واللي اتحطت فيه سهام جديدة. بعدين بص فوق على شباك قصر الحاكم مكان ما أسيل قاعدة. بعدها بص للتمثال وغمض عينيه وتمتم بآيات قرآنية. بعدين فتح عينيه وبص للقائد وقال له: أريد أن أضع دروعي كي تحمي صدر تمثالي وعضد ذراعه الأيسر. بعدين سكت تاني وبص للزكلة ورجع بص لتمثاله وكمل: وأريد أن أحمي رأس تمثالي. فشاور القائد للجنود بإنهم ينقلوا تمثاله قدام الزكلة ويحطوا الدروع زي ما خالد قال. بعدين أمر حارس الزكلة إنه يبدأ يلف القرص. فبدأت التروس تتحرك من تاني، وخالد بيراقب القرص اللي بيلف بسرعة جدا وبيتحرك بين العمودين الخشبيين. بعدين سمى الله وشاور للحارس، فانطلق السهم الأول. الناس كلهم صاحوا لما السهم أصاب فخذ التمثال اليمين، فدق قلب خالد بقوة، ودق قلب أسيل واتنفض، والقرص بيكمل دورانه وخالد مش عارف يعمل ايه، مش شايف السهام اللي في القرص ولا مين فيهم اللي هينطلق. بعدين شاور للحارس من تاني، فانطلق السهم التاني وأصاب الفخذ اليمين مرة تانية. فمسك خالد راسه وقال لنفسه وهو بياخد نفسه بصعوبة: تمالك يا خالد تمالك، عليك أن تفكر قليلا، لم يعد سوى سهم واحد، إما أن تعاد المنافسة وإما أن تكون ذبيحة الغد. وأسيل بتقول لنفسها: تمالك يا خالد تمالك. بص خالد للقرص من تاني والناس كلهم ساكتين وحابسين أنفاسهم مستنين إشارته الأخيرة، وحارس الزكلة مبتسم، وخالد عينيه رايحة جاية بين قرص الزكلة والتمثال اللي واقف قدامه، وأسيل بتتمتم وشفايفها بتتحرك من التوتر وعينيها بتلمع بالدموع، حتى إنها ما قدرتش تقعد تاني وقامت وقفت مكانها وغمضت عينيها
لما لقته بيشاور لحارس الزيكولا إنه يطلق سهمه الأخير. شاور خالد لحارس الزيكولا بإنه يطلق سهمه الأخير، واتحبست أنفاسه لما بدأت إيد الحارس تشد ذراع الزيكولا لحد ما انطلق السهم التالت فأصاب فخذ تمثاله اليمين تاني. ومن بعدها صاح كل الناس، الألوف المؤلفة اللي موجودة في الساحة، بإنه ذبيح زيكولا. وبكده للأسف يكون الفصل بتاعنا النهاردة خلص. أنا عارفة إن الفصل النهاردة مش أحسن حاجة والأحداث درامية جدا، ومع ذلك أتمنى يكون الفصل عجبكم، وعاوزاكوا بقى دلوقتي تكتبولي في الكومنتات بعد ما منافسة الزيكولا خلصت وللأسف خالد منجيش منها، تفتكروا في حاجة تانية تقدر تساعده ولا لأ؟ ويا ترى أسيل هتفضل ساكتة ولا في إيديها حاجة تعملها؟ وبس كده، ياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. وياريت كمان تسيبولي رأيكم اللطيف في كومنت. وبس كده، ما تنسوش كمان تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.